بذكرك وبذكر نفسي اننا ندعي لاخواتنا في كل بقاع الارض، ندعي لاخواتنا في فلسطين وفي السودان وفي لبنان وفي سوريا ان ربنا ينصرهم ويثبتهم ويرجع لهم اراضيهم. وتذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، وتصلي على النبي. بقول لك ايه، شفت اللي حصل لي امبارح بالليل الساعه 12؟ ما شفتش؟ طب ادخل شوف. جاي النهارده اكلمك في حكايه حصلت لي امبارح الساعه 12 بالليل. امبارح كان الخميس، الدنيا كانت حلوه، كانت احسن من 3 و4 و2. الدنيا كان فيها شغل، الدنيا كانت جميله جدا. رحت وقفت عند الفايف ايه. 5 ايه كان زحمه جدا. المهم جالي ريكويست فين؟ عمرانيه هرم. تمام تمام. نزلت من فوق، مش جاي بقى من الفايف ايه بقى من على الدائري، لا جاي من الناحيه التانيه من جوه كده. فالمهم دخلت الفايف ايه. الفايف ايه زحمه جدا جدا جدا، يعني العربيات اصلا ما بتمشيش. والساعه كام؟ الساعه 11 ونص 12 بالليل. المهم نزلت، العميله قالت لي انا واقفه لك المقابل التاني عند بابل. ماشي، رحت وصلت، العميله ركبت، مساء الخير يا فندم، ركبت مش عارف ايه. بدات الرحله ويا دوب مشيت بعد مطعم الشيف براك كده ب 400 متر. فوانا ماشي لقيتها بتقول لي انت هتنزل من البحر الاعظم. المهم فتحت ببص على الخريطه، مفيش بحر اعظم. نزلت السهم اللي فوق عشان اشوف الطرق اللي همشي منها، ما لقيتش بحر اعظم. قلت لها معلش، او حضرتك نازله فين؟ قلت يمكن نازله غلط ولا حاجه، او حتى لوكيشن غلط، في عملاء كتير بتعمل كده. قالت لي، قلت لها مش نازله هرم؟ قالت لي اه. قلت لها تمام، هناخد محور كمان عامل وننزل على طول على نصر الدين. قالت لي لا لا، انا بنزل على طول من البحر الاعظم. قلت لها يا فندم طب احنا ايه اللي يخلينا نلف اللفه دي؟ ما احنا هناخد المحور على طول عشان ما نضيعش وقت. قالت لي لا، اصل انا بحب امشي من هناك، برتاح وانا بمشي من هناك. ترتاحي ايه؟ هو انت راكبه عربيتك؟ ترتاحي ايه؟ قلت لها يا فندم انا اللوكيشن مش مديني الطريق دوت، فانا همشي على طريق اللوكيشن. قالت لي لا، انت تمشي على مزاجي، انت تمشي على مزاج العميل. انا لو واحد غيري بيسمع الكلام ده كان عمل لها زماره، بس انا للاسف محترم جدا مع العملاء، مش عارف ليه والله. او انا شخصيتي محترم، يعني ما مجدش في نفسي، بس انا فعلا كده. ما بعرفش ان انا اقل ادبي على عميل او اكلمه ما بعرفش. قلت لها فهي ايه بقى؟ هما اتنين، ففي واحده تقريبا نازله في مكان في البحر الاعظم، ماشي، فهي عايزه تجاملها عليا. انا ما عنديش مشكله، انت عايزه تنزليها انا هوديكي، بس حطي لي اللوكيشن امشي عليه. يا استاذه، والله العظيم بنفس الطريقه كده، يا فندم حضرتك لو حد فيكم نازل في الطريق ممكن حضرتك تحطي لي نقطه توقف. انا هنا بثبت حقي، بثبت امان للرحله، بثبت امان ليها، بثبت امان ليا. لان انا ما اجيش بعد كده يطلع عميل مريض نفسي يجي يقول لك اصل الكابتن غير اتجاهه منه لنفسه، يبقى انا كده رضيت نفسي اصلا. فانا هنا بحمي نفسي. انتوا بنتين واحنا الساعه 12 بالليل، فانت حضرتك واحده عايزه تنزل حطي نقطه، حتى لو النقطه دي ببلاش مش هتفرق معايا، بس حطي لي نقطه. لا لا، انا بمشي كده على طول. قلت لها خلاص يا فندم شكرا، انا همشي على اللوكيشن مش هنزل بحر اعظم. قعدت تهلل وقعدت تزعق ومش عارف ايه. قلت لها يا فندم حد نازل حطي نقطه، يعني هو ده اللي هيريحك؟ قلت لها هو ده الصح. مسك التليفون زميلتها، قامت حاطه النقطه، قامت ايه المشوار مش عارف زاد 6 جنيه ولا 7 جنيه. قالت لي خلاص، يعني هو ال 6 ولا 7 جنيه دول هم اللي هيفرقوا معاك؟ قلت لها والله العظيم ما مبدا فلوس خالص، وانا فعلا مبدئي والله العظيم ما فلوس. قلت لها يا فندم المبدا مش مبدا فلوس، بس هو الصح صح وده امان. حضرتك حطي لي لو النقطه ببلاش انا همشي عليها كده كده. انا في عملاء بتركب معايا والله العظيم بتقوم وهي راكبه حاطه نقطه تاني، والبرنامج ما بيزودش، ما بقولوش حاجه عشان ده خلاص حق، هو البرنامج اداله كده فانا ملتزم. قعدت بقى، قلت لها يا فندم هو حضرتك في ايه؟ وحضرتك بتزعقي ليه؟ حضرتك من اول ما ركبتي وعايزه تعملي مشكله معايا باي طريقه، اصل انت غريب، اصل انت مش عارف ايه. وقعدت تتكلم باسلوب غير لائق حرفيا. انا ابتديت خلاص بقى ايه، هخرج عن شعوري، والوش الطيب ده ايه هيتشال. ما هو غصب عني بقى، ما انت عماله تدي تدي وانا ساكت ومحترمك ومش عايز اقل ادبي، لان انا عارف اللي اوبر ما بيتسميش على الكباتن وممكن اخد فيها بلوك. بس خلاص جبت اخر. قلت لها بقول لك يا فندم للاسف انا مش هقدر اكمل الرحله، شكرا. فقالت لي في داهيه، ما ردتش عليها. قالت لي نزلني بقى. كنت انا ايه بعد مطعم الشيف براك بقى ايه، طالع على نفق القاهره الجديده، فالحته دي فيها ايه يعني مش ضلمه، يعني هس هس شويه.
قلت لها تمام هنزلك، بس مش هينفع انزلك هنا لان هنا المكان مش امن. بص انا برضو خايف عليهم. قمت لافف وراجع، جيت عند مطعم الشيف براك قمت منزلهم. اما كانت حاطه نقطتين، جيت اقفل الرحله كانت الرحله عامله 50 جنيه، ما خدتهاش منها. انا شلت انا ال 50 جنيه واشتريت نفسي واشتريت كرامتي. تمام. في عملاء هتقابلك كتير، الكلام ده للناس الجديده، في عملاء هتقابلك كتير مرضى نفسيين، اللي هو راكب معاك عشان يعمل لك مشكله عشان اي حاجه عندك في العربيه. هيعمل لك مشكله، يعني هو مريض نفسي. بتتكلم مع صاحبتها زي ما انا اكون ايه الشيفروليه ايه اللي ابوها جايبه لها. لا لا، اصل هو هيودينا، حضرتك ده عربيتي انا، ده مبدئيا بس رساله بقى للعملاء، يا جماعه انتوا بتركبوا عربياتنا. مبدئيا الخدمه دي معموله مقابل انا بوصلك وحضرتك بتدفع والشركه وسيط في النص، لا اكتر ولا اقل. حضرتك مالكش كعميل انك تقل ادبك عليا او تهني او تشتمني، حضرتك مالكش كده ابدا ابدا مهما كان انت مين. ما لان انت ممكن تقع مع واحد كابتن، يعني ممكن ياخد منك حقه تالت ومتلت ويهينك. طب انت ليه تحط نفسك في موقف زي كده كعميل مثلا؟ ليه؟ فانت كعميل مالكش عندي غير ادب واحترام، وانا ككابتن ماليش عندك غير ادب واحترام. هتقل ادبك هتاخد على دماغك وهنزلك. خلي بالك، انت راكب عربيتي، سيبك من الملاليم اللي انت بتدفعها لي دي. فانت في الاول وفي الاخر يا حبيبي راكب عربيتي، انت بقى بتستريحي نفسيا انك بتمشي من الطريق ده، ابقى اشتري لك عربيه امشي بيه. اشتري لك عربيه، انت ما اشتريتنيش. هي فعلا عميله مريضه نفسيا. المهم نزلتها، وخلي بالك بقى اول ما يحصل معاك مشكله، اي سيتويشن يحصل معاك في اوبر، خلي بالك نزلت العميل تقفل البرنامج تخش الدعم فورا، ما تستناش ثواني، الثانيه مش في مصلحتك، هتتبلى عليك. نزلتها قمت داخل عامل فيها شكوى ان العميله كلمتني بطريقه غير لائقه وشتمتني، وان العميله عايزه تغير طريق اللوكيشن، وان العميله رافضه تحط نقطه توقف. بعد كده اوبر ناسف اللي احنا سمعنا ده ومش عارف ايه، طب ايه اللي حصل؟ احكي لنا اللي حصل بالظبط. حكيت لهم اللي حصل بالظبط في رساله طويله عريضه، وقلت لهم انا كابتن شغال في شركه المفروض اللي هي شركه محترمه، فانا دلوقتي اتضررت من العميل، فهل انتوا هتجيبوا له حقي ولا مش هتجيبوا له حقي؟ لحد دلوقتي ما ردوش عليا. عارف بقى لو العميل هو اللي اشتكى هيردوا على العميل في الثواني ويرزعوا لنا بلوك. بس انا كده خدت انا الخطوه الاولى. خلي بالك لو انت كابتن جديد في الشغلانه لازم تعمل كده. اوعى عميل يعمل معاك مشكله وينزل وتشتغل وتكمل شغل، اوعى هتاخد بلوك. فاحنا هنا بنذكر الكباتن الجديده وبنوعيك. اللهم بلغت. خلي بالك خلي بالك. طبعا هي حرقت دمي، والله العظيم ضغط عالي من قله ادبها، وانا كمان من النوع اللي انا هادي شويه، ما مش قليل الادب، يعني انا متربي زياده عن اللزوم. دي مشكلتي والله العظيم، دي فعلا مشكله فعلا. اللي يعيش في البلد دي لازم يبقى قليل الادب، والله اللي يعيش في البلد دي لازم يبقى قليل الادب حرفيا عشان يعرف يتعامل مع البشر اللي بتركب معاه. لكن انك طيب بقى ومحترم وتقول اصل دول بنات، لا، ما هم بنات مش محترمينك كراجل. بس انا برضه في الاول وفي الاخر تربيتي ما تسمحش اللي انا اهزق بنتين، لان انا عندي اخوات بنات، فتربيتي ما تسمحش. ربنا يسهل لهم وربنا يصلح حالها ويهديها لنفسها ويهديها لو متجوزه او يهديها لاخواتها، ربنا يهديها ويبعدها عنا. وما دام وصلت لحد هنا يبقى هتصلي على النبي وتذكر الله. بقول لك ايه، سلام.